الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الشاب ذو الوجه البشوش عبد الكريم محسن له حكاية أغرب من الخيال قد لا يصدقها عقل. التفاصيل الكاملة في هذا الفيديو. بعد أن تصدر الطفل مروان أحمد محمد صالح مواقع السوشيال ميديا حيث أنه ولد فاقدا للنطق حتى تكلم في عمر السادسة، وكان حافظا لكتاب الله كاملا بأرقام الصفحات والآيات. الآية رقم، لا استنى، أول سجدة في القرآن الكريم وردت في سورة الأعراف، الآية رقم كام؟ 206. يعني تأتي معجزة الشاب عبد الكريم محسن الذي لا يتكلم إلا بالقرآن الكريم فقط، والغريب أنهما عبد الكريم محسن ومروان أحمد محمد صالح يشتركان في أمران، وهما أنهما لا ينطقان إلا بالقرآن الكريم، والثانية أنهما من محافظة واحدة وهي محافظة الفيوم في مصر، فهل هي منحة ربانية لأهالي تلك المحافظة؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن أما عن الشاب عبد الكريم محسن فهو لا ينطق لسانه سوى بالقرآن الكريم فقط، حيث أن الشاب يعجز عن الكلام نهائيا، بينما ينطلق لسانه بتلاوة القرآن الكريم بالتجويد وبصوت عذب، كما أنه يقلد كبار القراء أبرزهم الدوسيري والسديس وغيرهم، مما يجعل الناس يتخذونه إماما لهم في الصلاة بالمسجد، رغم أنه لا ينطق ولا يؤذن، فقط يتلو القرآن الكريم. بدأت حكاية عبد الكريم قبل 21 عاما حينما كان في 3 من عمره، حيث كان يعيش برفقة والديه وأشقائه 10 في المملكة العربية السعودية، إلا أنهم تعرضوا لحادث توفي خلاله 9 أشخاص من الأسرة، هما الوالدان و7 أشقاء، بينما نجا عبد الكريم و3 من أشقائه ومكثوا في المستشفى، بحيث مكثوا للعلاج في إحدى المستشفيات بالسعودية لمدة عام كامل. ويروي عبد الرحيم الشقيق الأكبر لعبد الكريم قائلا أنهم ظلوا في المستشفى لمدة عام كامل، ثم خرجوا ومكثوا عاما آخر لدى أحد أصدقاء والدهم في السعودية. بعد ذلك أرسل أعمامهم وعماتهم في طلبهم وإعادتهم إلى منزلهم بطامية في محافظة الفيوم، وبالفعل عادوا إلى مصر وتولى أعمامهم رعايتهم. وأوضح عبد الرحيم أن الحادث تسبب في حدوث ضعف شديد في السمع بالأذن اليسرى لعبد الكريم، كما كان يتلعثم في الكلام. وأشار أن عبد الكريم ختم حفظ القرآن في سن صغيرة، والتحق بكلية التجارة جامعة حلوان، وهو ما جعله يبحث عن فرصة عمل ليوفر لنفسه دخلا كريما، وحتى ليكون عبئا على أعمامه، فذهب للعمل في مصنع للخراطة بمدينة 6 من أكتوبر في محافظة الجيزة. وتبين أن الضوضاء المرتفعة تسببت في حدوث مضاعفات لشقيقه، وأصبح لا يسمع بالأذن اليمنى أو اليسرى، وهو ما أصابه بحالة نفسية سيئة، ففقد على إثرها القدرة على الكلام نهائيا، وتمكنوا من تحسين السمع بتركيب سماعات للأذن، إلا أنه لم يتمكن من الكلام رغم ذهابهم به إلى عشرات الأطباء. ويروي عبد الكريم عبر الكتابة في كراسته أنه رأى رؤيا غريبة،
حيث رأى شيخا كبيرا يرتدي جلبابا أبيض وله لحية بيضاء، واصطحبه وصار معا في الشارع، وقال له: لا تحزن، إنك لا تتكلم، واحرص على تلاوة القرآن، ستأخذ عليه أجرا وسيعوضك الله. واستيقظ على صلاة الفجر، ومن ذلك الحين لازمته راحة نفسية لم تفارقه، وأصبح راضيا بقضاء الله، وانطلق لسانه في قراءة القرآن الكريم. وأشار إلى أن الشيخ الذي رآه في المنام طلب منه أن يتلو آية واحدة، وهي قبل تقول: المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وهي التي يحرص على ترديدها باستمرار، ومنذ ذلك الحين لا يجد أي صعوبة في تلاوة القرآن الكريم، وينطق لسانه بآياته بسهولة، رغم أنه لا يمكنه النطق والكلام مهما حاول، بل يضطر إلى كتابة ما يريد لمن حوله ليفهموا مقصده. وأضاف عبد الكريم عبر الكتابة أنه راض بقضاء الله، ولا يتمنى سوى أن يحصل على سماعات أذن جديدة بدلا من القديمة التي يمتلكها تسهل عليه السمع، فضلا عن فرصة عمل جيدة توفر له مصدر دخل وحياة كريمة، خصوصا أنه حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان حتى لا يكون عبئا على أحد. ونحن نتمنى في نهاية هذا الفيديو أن يجد عبد الكريم محسن من يساعده على تحقيق أمانيه البسيطة، وأن يجد عملا مناسبا له، وأن يجعل القرآن له هاديا وزخرا له في الدنيا والآخرة. وفي نهاية الفيديو نشكركم للمتابعة والتعليق، وإلى لقاء قريب بإذن الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.